بعد فرحة الجزائريين هناك في سان فرانسيسكو. دعونا الآن نستمع لفارس شيبي لاعب المنتخب الجزائري متحدثا بعد نهاية هذه المباراة. Faris, congratulations. It has been a very great show. What has happened? صف لنا ما حدث في المباراة. لقد كانت مباراة صعبة ضد فريق ضد منتخب منظم على واو المنتخب الأردني. تقدموا في النتيجة بواقع 1-0. في الشوط الثاني حققنا الاستجابة السريعة وتحكمنا في المباراة بسرعة وسجلنا هدفين. نغادر المباراة ب3 نقاط ونحضر أنفسنا بطريقة جيدة للمباراة القادمة. بالنسبة للمباراة القادمة، ما هو الدافع السيكولوجي الذي يدفعكم لخوض المباراة الأخيرة؟ هل هذا يمهد الطريق للذهاب لدوري القادم؟ المباراة القادمة سوف تكون مباراة لا تقبل قسم على 2. ندري جيدا وأن هناك فرق أو الفرق التي تحتل المرتبة الثالثة يمكن أن تتأهل أيضا إلى الدور الموالي. هناك رغبة جامحة. هذا هو المنتخب الجزائري وسوف نذهب إلى أبعد الحدود. شيبي إذن متحدثا بعد نهاية المباراة، وربما نوع من الوعد للجماهير الجزائرية بالذهاب بعيدا. أحيانا في البطولات المجمعة، وأن تذكر كأس أفريقيا في مصر المنتخب الجزائري، يقال البطل أو المنتخب الذي يذهب بعيدا في هذا النوع من البطولات يبدأ بأداء تدريجي يتحسن شيئا فشيئا داخل البطولة. أتمنى أن يكون الأمر كذلك بالنسبة إلينا، فهو مهم جدا أن تنهي البطولة بشكل جيد. الأرجنتين بدأت كأس العالم بهزيمة وفازوا باللقب، وإسبانيا أيضا عام 2010 خسرت المباراة الأولى وفازوا باللقب. نحن بدأنا بشكل سيء، ولكن اليوم قدمنا بشوط ثاني جيد جدا، خصوصا في التعامل مع المباراة، وكنا نعرف كيف نخرج من ذلك المأزق. ونتمنى أن المباراة ضد النمسا أن نبدأ المباراة بشكل جيد من البداية ولا ننتظر الشوط الثاني، لأنك إذا كنت ضد فريق أفضل قد تعاني أكثر. أتمنى أن يكون هذا درسا بالنسبة إلينا وأن نكون تعلمنا منه من الشوط الأول. أشلي خضت 3 تجارب مونديالية 2002 6 و10. يقال تعامل مع كأس العالم تعامل مختلف. الموضوع ليس فقط أمور فنية وكرة قدم، هناك الكثير من الجوانب تتعلق بالروح داخل المجموعة، العلاقة بين اللاعبين، العلاقة بين المدربين واللاعبين. الموضوع أبعد بكثير مجرد كرة قدم بسبب ضيق الوقت وقلة الأيام للراحة بين المباريات المختلفة. طرحك صحيح. طبعا أنا شاركت في 3 نسخ من كأس العالم، وعملت تحت أمرة مدربين مختلفين لديهم أسلوبين مختلفين، تشكيلين مختلفين ومراحل مختلفة. طبعا أنت تدري وأن اللاعبين يلتحقون بالمعسكر التدريبي علما أن أدائهم في الدوري الذي ينشطون فيه يؤثر عليهم. هناك الكثير من التحديات التي تواجه اللاعب والمدرب حينما يشارك مع المنتخب الوطني وتحت أمرة الناخب الوطني. من الأهمية بمكان ليست البداية، العبرة في الخواتيم مثل ما يقال باللغة العربية. طبعا هناك فرصة سانحة للكثير من المنتخبات أن تذهب إلى أبعد الحدود لكي هذه مباراة تمهد الطريق للمراحل القادمة. استعادة التركيز، إعادة التركيز في المعسكر التدريبي، وفكر في كل مباراة على حدة. لكن واحدة من الأمور التي ذكرها إسلام ونحن نتابع هي الحصول على أفضل تشكيلة من العناصر الحالية، وأحيانا الوصول إلى أفضل تشكيلة بوجود عناصر أمر صعب. نتذكر مع منتخب إنجلترا في جيل واحد كان فيها بيكهام، لامبارد، سكولز، جيرارد، وكان القدرة على إشراك كل هؤلاء اللاعبين في توقيت واحد ليس بالأمر السهل. كلامك صحيح. هذه أصعب مأمورية يواجهها الناخب الوطني. طبعا لديك مجموعة من اللاعبين ولا بد أن تختار التشكيل الأساسي، تجمع اللاعبين. ثم المرحلة الثانية هو اختيار اللاعبين ال11.
اللاعبون الذين يساعدونك على الفوز بالمباراة، كيفية إدارة المباراة، هل هناك روح جماعية بين اللاعبين، ماذا عن الإيجو، ماذا عن الأناء والأنا الأعلى بالنسبة لكل لاعب. حسب رأيي نحن حصلنا على زمرة من خيرة اللاعبين من حيث الجودة الكروية، من خيرة اللاعبين في جميع أنحاء المعمور، ولكن هل تحلينا بالتواضع؟ هل تحلى كل لاعب بالتواضع وجعل اللاعب الآخر يشعر؟ فرانك لامبارد وجيرار في نفس المنتخب، شراكة تبدو جيدة، ولكن هل هذه الشراكة كانت مثمرة؟ هل ستيفن جيرار كان منسجما مع فرانك لامبارد؟ هل هذا كان موجودا مع هذاك الجيل؟ هل كنا نلعب الكرات الطويلة ونغذي المهاجمين بالكرات الجيدة؟ طبعا على الورق تقول إن لدينا أحسن مسجل أهداف، ستيفن جيرار يمكن أن يسجل أهداف، فرانك لامبارد يسجل أهداف، ولدينا زمر من خيرة المهاجمين. إذا القوة في كل منتخب هو الانسجام والشراكة بين اللاعبين، وأعتقد وأن المنتخب الجزائري عانى من هذا الأمر في المباراة الأولى ضد الأرجنتين وفي الشوط الأول. عليهم أن يبحثوا على الانسجام والشراكة البناءة بين كل اللاعبين. نحن عليهم أن يلعبوا جماعة وليس فرادى. هذا ينطبق بالضبط على الجزائر، صح، مجموعة من المواهب، لكن كيف نلعب بأفضل شكل؟ بالفعل نحن ليس لدينا لامبارد واشلي وجيرارد، نحن نعرف لاعبين من سنتين، وكان لدينا 15-20 لاعبا كنا نعرف أنهم سيساهمون في كأس العالم، وكان أمامنا عامين للعمل، ونحن الآن وصلنا كأس العالم ولا نعرف من سيبدأ المباريات. فاللاعبون الحاضرون هناك 8 متأكدون من أن اللعب، نحن ليس لدينا هذا الأمر. الإنجليز كان لديهم 8 لاعبين، فنحن إلى حد الساعة إلى حد الآن لا نجد ذلك التجانس بين اللاعبين. سنحاول دائما نبحث عن الفرديات، بولبينا، عمورة، محرز، الحاج. في الإقصائيات لاعبنا عمورة الذي كان أفضل هداف، ولهذا السبب نحن لم نجد إلى حد الآن الأسلوب المناسب وهوية اللعب على الرغم من جودة اللاعبين. نحن الآن نحتاج إلى معرفة طريقة لعب وتشكيل أساسي كما قلت. فنحن لدينا 15-20 لاعبا، ولكن نحن نعرف لاعبين، وبهؤلاء يجب أن نصل إلى كأس العالم وبطريقة لعب محددة، وبعد ذلك هي كرة القدم، أن تفوز أو لا تفوز، فأنت ستلعب ضد الأقوياء، ولكن على الأقل عليك أن تظهر أن لديك هوية لعب، طريقة وأسلوب. الآن دعونا نستمع للسيد جمال السلامي مدرب المنتخب الأردني متحدثا بعد خروج منتخب الأردن من كأس العالم. كابتن جمال، تهانينا على إدارة هذه القناة، لم يكن أمر سهل بطبيعة الحال. حدثني فقط عن بداية ما خطط له، ما نفذ بالفعل، وكيف انقلبت الأمور في اللحظات الأخيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني مباراة كبيرة أمام فريق كبير، يعني يعج باللاعبين المميزين، لأنه زي المباراة السابقة يعني الطريقة اللي لعبنا بها سكرنا عليهم، يعني عارفين بأن تلعبوا على الأطراف كتير وخاصة في الهاف سبيس، ثم عندهم لاعب مازا لاعب مميز، أظن أنه هو اللاعب الوحيد اللي خلق لنا مشاكل، ولكن في أوقات كثيرة ما وصلوش كرات، وبالتالي كنا مميزين من ناحية الحفاظ على النتيجة ومن ناحية الدفاع. يزيد كان اليوم قام مباراة كبيرة، أظن أنه فخور بأداء اللاعبين. في الأول بدينا مرتبكين، ارتكبنا أخطاء كان المنتخب الجزائري ممكن يستفيد منها، ولكن من بعد رجعنا في المباراة وكنا أفضل. سجلنا هدف الشوط الأول، كان ممكن أننا نسجله هدف ثاني مع بداية الشوط الثاني، ولكن قلة تجربة. يعني مباريات زي هادو لا، يعني لازم تكون عندك تجربة، يكون عندك لاعبين أصحاب خبرة يعرفوا كيفاش يهدوا الوقت، ولكن يعني فخور بأداء اللاعبين بالمستوى اللي قدموه كمباراة ثانية، والكرة الثابتة اشتغلنا عليهم وحكينا عليهم، ولكن هذه كرة القدم، يعني الأخطاء واردة. وبالتالي تلقينا هدفين من ركنيتين، كنا تنتظروا الكولين بريك باش نقوموا بتغيير ونحكيوا مع اللاعبين، بس طولت الوقت وجوج ديال الأهداف. تنظن بأنه
المنتخب الجزائري هانئا له بهذا الفوز، ونتمنى له مشوار طيب. الآن احنا يعني غصة الهزيمة كبيرة، لأنه المباراتين كنا نستحقوا أفضل، ولكن يعني جينا نتعلموا، وهذه فرصة للتعلم. كابتن جمال، الآن حتلعب أمام بطل العالم، قد تكون مؤسفة ربما بعد خسارتين، لأنه يعلم بأنه خرج اللاعب، لكن أيضا قد تكون شرف بأن يعوض في أن يظهر أمام بطل العالم تماما كما حدث مع منتخب السعودية ربما في كأس العالم 2022 عندما فاز على منتخب الأرجنتين. يعني أنا كما حكيت قبل المباراة تاع اليوم، المباراة الأولى كنا يعني كان في ارتباك، وكان في يعني ضغط على لاعبين، لأن كانت أول تجربة. اليوم كانوا أفضل بشكل كبير، رغم أنهم واجهوا خصم يعني مميز، وبالتالي يعني هذه المباراة تكسبهم ثقة أكثر في المباراة المقبلة ضد المنتخب الأرجنتيني. بطبيعة الحال غنواجهوا بطل العالم، هداف هذه النسخة لحد الآن ميسي. شفنا كيف ميسي يعني في المباراتين السابقتين كان مميز. علينا أننا نرتاحوا من هذه المباراة، ثم أننا نجهزوا المباراة الأخيرة شرفية بالنسبة لنا. يعني قدمنا جوج ديال المباريات رائعة، والتجربة هي اللي خانتنا. سعيد ما قدمه اللاعبون، فخور ما قدمه اللاعبون، سعيد بما قدمت للأردن، ونتمنى إن شاء الله أن المباراة الأخيرة تكون ختام يليق بالمشاركة الأولى للأردن إن شاء الله. ماذا قلت للاعبين عندما جمعتهم في نهاية المباراة في الملعب؟ سلمت عليهم كلهم وقلت لهم يعني أهم شيء هو أن ما عندناش شيء نتأسفوا عليه. فخور بهم وهنيتهم على الأداء اللي قدموا، أداء رجولي. يعني لما تشوف يعني المنتخب الجزائري سعيد بتحقيقه الفوز أمامنا من ركنيتين، فهذا يعني يبعث على الفخر. يعني لما تشوف لاعبين زي كما حكينا على محرز ولا لاعبين مميزين، بطبيعة الحال يعني كرة القدم ما بقاش فيها فوارق كثيرة، احنا حاولنا أن نقلصوا من هذه الفوارق قدر الإمكان، ولكن يعني في الأخير ابتسمت لهم الكرة والحظ. هنيئا لهم وهارد لك لينا، ونتمنى المباراة المقبلة تكون أفضل لكم أيضا. هذا